كل واحد فينا شايل جواه حكاية، يمكن محدش يعرف عنها حاجة، ويمكن هو نفسه نسيها، بس في لحظة ممكن كلمة أو موقف يفتح الباب لحاجة كنا قافلين عليها بقالنا سنين. اللي جاي مش مجرد قصة، دي حكاية من لحم ودم، فيها وجع وفيها دروس، يمكن تلاقي نفسك في سطر من سطورها. طول عمري وأنا أكتر حاجة بخاف منها هي الخيانة. بدأت قصتي لما استلمت شغلي في الشركة الجديدة، ومن أول لحظة دق قلبي أول ما شفت رافت. حبيته من غير تردد من قبل ما أعرف هو مين. رافت أكتر واحد ساعدني في الشغل بصراحة، جذبني جدا بسبب ذوقه وأخلاقه ووسامته، كل حاجة فيه تجنن. من أول يوم حسيت إني مش غريبة على المكان، حسيت إني ما بين أهلي وناسي. كل زمايلي في الشركة كانوا لطفاء جدا واستقبلوني استقبال ممتاز، وبدأوا يتعاونوا معايا في فهم الشغل. رافت هو رئيسي المباشر في الشغل، هو مش أكبر مني بكتير، يعني حوالي 7 سنين، لكن عشان هو متميز في شغله وعلى قدر كبير من المسؤولية قدر يثبت نفسه ويترقى بسرعة في الشركة. لاحظت إنه لابس دبلة في إيده الشمال، فعرفت إن هو متجوز. زعلت بصراحة، كان فيه كل مواصفات فتى أحلامي ونفسي يكون من نصيبي، لكن الحمد لله على كل حال، يمكن يكون نصيبي لسه مش وقته. يوم الأجازة رحت عند سارة صاحبتي الانتيم. سارة أقرب صاحبة ليا، تعتبر أختي، وهي كمان بتعتبرني أختها لأن كل إخواتها الكبار متجوزين وعايشين بعيد، وهي عايشة مع مامتها لوحدهم تقريبا. إحنا أكتر 2 صحاب قوي. حكيت لسارة على شغلي الجديد، وخصوصا رأفت اللي أعجبت بيه بمجرد ما شفته. قلت لها رأفت ده حكاية، أي بنت في الدنيا تتمناه، ظريف ولطيف ووسيم وأخلاقه وأسلوبه مهذب قوي، وبصراحة يتعب قوي يا سارة، يا بخت مراته بيه. سارة قالت لي على فكرة مش شرط إن هو عشان لابس دبلة يكون متجوز، في شباب كتير بيلبسوا دبلة من غير جواز. قلت لها يا ريت يا سارة يا ريت. قالت لي طب اسألي وانت تعرفي بدل الحيرة دي، بس لو طلع متجوز بلاش تفكري فيه وسيبيه البيت وعياله. قلت لها خلاص أنا بكرة هسأل وحاول أعرف إذا كان متجوز ولا لأ. رحت الشغل تاني يوم وفضلت مستنية لحد ما جه وقت، كنت أنا وشيرين زميلتي في الشغل لوحدنا. بقولك إيه يا شيرين، هو أستاذ رأفت متجوز؟ قالت لي بتسألي ليه؟ قلت لها عادي، أصلي لاحظت إن هو لابس دبلة في إيده الشمال. قالت لي بص يا نورة، رأفت مش متجوز ولا خاطب، بس نصيحة ما تفكريش فيه. قلت لها هو مين قالك إن أنا بفكر فيه؟ ده سؤال عادي. قالت لي يعني أنا قلت أنصحك وخلاص. قلت لها وليه بقى بتنصحيني إني ما فكرش فيه؟ قالت لي يعني أنتي بتفكري إيه؟ قلت لها يا بنتي أنا بسألك بس فضول مني مش أكتر، إنما أنا مش مهتمة بيه أصلا. قالت لي طيب عموما لو كنتي بتفكري فيه كان غيرك أشطر. رافت ده شكله مش بيفكر في الجواز أصلا ولا بيعمل علاقات مع حد، هو أكتر حاجة بيضحك ويهزر، بس يمكن يكون مرتبط بحد بره الشغل. قالت لي ما اعتقدش، كان على الأقل هتلاقيه مشغول في الموبايلات طول اليوم، ده باين عليه، إنما هو طول اليوم شغل وبس. قلت لها وانتي يا شيرين ما فكرتيش فيه؟ قالت لي مش هكدب عليكي، أول ما جيت الشركة أعجبت بيه وحاولت ألفت انتباهه، لكن ما لقيتش فايدة منه واتخطبت بعدها مرتين. قلت لها يعني انتي مخطوبة؟ قالت لي لأ، فسخت الخطوبتين. قلت لها ولسه بتفكري في رأفت، قصدي أستاذ رأفت؟ قالت لي لأ، ما أنا قلتلك مفيش أمل. رغم إني كنت سعيدة إني عرفت إن هو مش متجوز ولا مرتبط، لكني حسيت بغيرة شديدة من شيرين عليه. حسيت إنها عايزة تبعد عن رأفت أي بنت، يمكن هي لسه بتحبه، لكن أنا قررت من جوايا إني أتحداها وأتحدى نفسي، وبدأت أرسم خطة عشان أجذب انتباه رأفت، وده بأي طريقة. اهتميت بمظهري جدا، لبسي، برفان، ميك اب، كنت بعمل أحسن حاجة كل يوم. استخدمت كل أسلحة الأنثى عشان ألفت انتباهه، ورغم إني كنت حاسة إني قدام حد مستحيل بسبب كلام شيرين، إلا إن معداش شهر لغاية ما بدأت أحس إن رأفت مهتم بيا، أو على الأقل لفت انتباهه وأعجب بيه. أول ما حسيت بإعجابه بيا وتفكيره فيا، بدأت أتدلل وأبعد ساعة وأقرب ساعة لحد ما حسيت إنه هيتجنن. في الوقت ده كانت شيرين مراقبة الموقف بدقة، لكن كانت متوقعة إن أنا هفشل زي ما هي فشلت. كانت صدمة كبيرة لشيرين لما لاحظت اهتمام وإعجاب رأفت بيا، وبعدها بأيام كان رأفت قاعد مع بابا وبيتفقوا على الخطوبة واتخطبنا. شفت الغيرة في عيون كل زمايلي في الشغل، خصوصا شيرين اللي اتغيرت 180 درجة، ما بقتش تتكلم معايا أبدا، وفي نفس الوقت بدأت تقرب قوي من رأفت وتستخدم أسلحتها.
أنا بقيت الغيرة بتقتلني، خصوصا إن عينيها كانت عليه قبل ما يخطبني. حاولت أظهر إني مش مهتمة لكن ما قدرتش، لحد ما اتكلمت مع رأفت بصراحة وقلت له عايزة أعرف في إيه بينك وبين شيرين. قال لي مفيش أي حاجة، عادي جدا. قلت له لا مش عادي، أنا شايفاها على طول ضحك وهزار معاك طول النهار. قال لي لا، إحنا بنتكلم طول النهار بحكم شغلنا مع بعض وإنتي بتكوني معانا، وبعدين أنا مش بحب الأسلوب ده. قلت له أسلوب إيه؟ قال لي الخناقة بقى وكلمت مين ورحت فين والجو ده. قلت له هو مش من حقي إن أنا أغير عليك؟ قال لي لا من حقك، بس من غير ما تخنقيني. قلت له طيب يا رفت مش هخنقك، بس يا ريت تراعي مشاعري شوية. قال لي أنا ما عملتش حاجة تجرح مشاعرك، وضحك. قلت له ضحكك وهزارك مع البنت دي ما يجرحش مشاعري؟ قال لي انتي بس اللي حساسة زيادة عن اللزوم، عموما علشان بحبك ومش عايز أزعلك مش هضحك معاها تاني. وتاني يوم شيرين مش بتتكلم مع رأفت خالص، ورأفت كمان مش بيكلمها إلا بشكل رسمي جدا في أوامر الشغل وبس. طبعا رأفت تصرفه كان بسبب كلامي معاه امبارح، إنما شيرين عملت كده ليه؟ أكيد بيتكلموا مع بعض من ورايا، أكيد هو قال لها. الأغرب بقى إن رأفت طول اليوم كان كل شوية تجيله رن على الموبايل وبياخده ويطلع يتكلم بعيد. في نفس الوقت كانت شيرين بتتكلم في التليفون بصوت هادي ومش مسموع خالص. ولما سألته على التليفونات اللي بتجيله كل شوية قال لي إن خالته مريضة في المستشفى وبيكلم أولادها كل شوية يطمن عليها. طلبت إني أروح معاه أزورها عشان أتأكد بنفسي إن كان بيكذب عليا ولا لأ. وافق في الأول وقال لي نروح بعد الشغل، ولما خرجنا من الشغل اتحجج بأن هو مرهق وأجل زيارته لليوم التاني. طبعا أنا في اليوم ده كنت هتجنن من الغيرة والشك، كنت تقريبا متأكدة إن في حاجة ما بينه وما بين شيرين. طلبت منه إن أنا أفتح مكالمات ومحادثات الواتساب والماسنجر على تليفونه، لكنه رفض بحجة إنه معناها إن أنا بشك فيه. زعلنا مع بعض بسبب كده واتخصمنا كام يوم، وبعدين لقيته جايب لي هدية وقال لي يا ريت تعرفي إن أنا مش بحب حد غيرك. اتصالحنا، لكن بعدها بأيام كان عامل البوفيه أجازة في اليوم ده. قمت عشان أعمل فنجان قهوة، خرجت من المكتب ودخلت البوفيه، لقيت شيرين واقفة بتعمل قهوة ورأفت واقف جنبها لوحدهم بيضحكوا. اتأكدت ساعتها إن في حاجة ما بينهم، خلعت دبلة الخطوبة ورميتها في وشه وأخدت شنطتي ومشيت من الشغل. فضل يرن على تليفوني، قفلت ورحت عند سارة صاحبتي. أول ما دخلت بكيت وهي سألتني إيه اللي حصل. قلت لها وحكيت لها على كل اللي حصل. قالت لي انتي بس اللي شكاكة وغيرتك زيادة عن اللزوم، شيرين بتعمل كل ده عشان تغيظك وانتي دلوقتي حققتي اللي هي عايزاه. قلت لها بس أنا متأكدة إن في حاجة ما بينهم. قالت لي يا نورة ده في دماغك بس يا حبيبتي، خطيبك بيتعامل معاها بتلقائية وهي بتحاول تضايق بتصرفاتها. قلت لها مش قادرة أصدق. قالت لي والدليل على كلامي إن هي كانت قدامه من قبل ما يخطبك، لكن خطبك انتي، وكمان لو في حاجة ما بينهم إيه اللي يخليه يستمر معاكي؟ كان فسخ الخطوبة وخطبها هي، انتي تفتكري كده؟ قلت لها أيوة طبعا. قلت لها طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ قالت لي هو أكيد هيحاول يكلمك تاني، ردي عليه عرفيه إنك عملتي كده علشان بتحبيه. وفعلا لما فتحت التليفون اتصل بيا وحاول يفهمني إن هو كان عايز يعمل قهوة بس مستني لما شيرين تخلص، وإنه عمره ما حب حد غيري. اتصالحنا وقررت بعدها إن أنا أحاول أسيطر على شعور الغيرة عندي عشان ما ضيعش حب حياتي.